نجمة مصر الأولى، ده هو لقبها اللي اشتهرت بيه واللي استحقته عن جدارة، لأنها موهبة كبيرة ونجحت في كل أدوارها اللي قدمتها. الفنانة نبيلة عبيد مش هتلاقي قصة واقعية إلا وجسدتها الفنانة الكبيرة صاحبة التاريخ الفني الثري والكبير، وأعمالها الفنية كانت دايما مثيرة للإعجاب والجدل، وحصلت على كتير من الجوائز على مدار تاريخها الفني، ومن وقت للتاني بتثير الجدل. وآخر جدل بسبب جوازاتها. الفنانة نبيلة عبيد اتجوزت 5 مرات. الجوازة الأولى ليها كانت من المخرج عاطف سالم، وكانت لسه طالبة وعندها 16 سنة، وكان فرق السن بينهم حوالي 40 سنة. وقالت في أكتر من لقاء إنها كانت لسه طالبة وكانت بتعشق التمثيل، وقالت إنها راحت لمكتب حلمي رفلة فجربها في دور صغير ظهرت فيه من غير ما تتكلم، هو فيلم مفيش تفاهم سنة 1961. وبعد كده عرض عليها الجواز وبالفعل وافقت رغم فرق السن بينهم، واعترفت إنها اتجوزته بدافع المصلحة، وإنه كان بيغير عليها ومش عاوزها تكمل مشوارها الفني. وفي وقت كان مسافر فيه مضت هي عقود 5 أفلام، ولما عرف اتطلقوا بعد 5 سنين جواز بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها في مجال الفن. وفي 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي نشان في برنامج أنا والعسل إنها اتجوزت في السر من المخرج أشرف فهمي، وكان ده أثناء تصوير فيلم ولا يزال التحقيق مستمر سنة 1979، وانفصلوا بعد انتهاء الفيلم. لكن الفنانة جالة فهمي بنت المخرج أشرف فهمي نفت الخبر ده، وقالت إن اللي بيتردد مجرد إشاعة وبس وملوش أي أساس من الصحة، وإن لو والدها اتجوز كان هيقول لها. أما الجوازة التالتة والرابعة للفنانة نبيلة عبيد بعض المواقع وصفوها بجوازات سرية. أما الجوازة الخامسة ليها كانت من أسامة الباز، واللي قالت عنه إن جوازها منه كان أطول فترة جواز في حياتها، وقالت إنها اتعلمت منه كتير وقضت معاه أجمل أيام حياتها، وقالت كنت بتمنى إن يستمر جوازي منه وهو الرجل الوحيد اللي حبيته. ونبيلة عبيد قالت في عدد من اللقاءات إنها رفضت الإنجاب بإرادتها علشان تتفرغ للفن، ولكن بعد كده ندمت وقالت النهاردة حاسة بالوحدة وحسيت بقيمة الإنجاب، ودلوقتي أنا محتاجة لده بشكل كبير، لكن الندم مش هيفيدني. وعن سبب اختفائها وعن مخاوفها قالت الفنانة قررت في فترة من الفترات إني أختفي تماما وبعدت عن الأضواء بمحض إرادتي، لأني لقيت نفسي بظهر بشكل كبير في برنامج نجمة العرب، وكنت بظهر بشكل متكرر. لما بلغوني بالتكريم خفت لأني موقفتش قدام الجمهور من وقت كبير، وكنت شايلة الهم وكنت حاسة بحالة رعب شديدة لغاية ما استعدت للقاء نفسيا ولمست مدى حب واحترام الجمهور ليا، لدرجة إن صوتي راح وضاعت مني الكلمات. وعموما كل الأحاسيس الجميلة متبادلة بيني وبين جمهوري اللي بحترمه طوال مسيرتي بالحرص على تقديم أفضل الأعمال، لأنه هو اللي صنع شخصية اسمها نبيلة عبيد. والفنانة نبيلة عبيد تعتبر مدرسة فنية متفردة وموهبة استثنائية، وتنوعت أعمالها بين السياسي والأدبي والاستعراضي، واشتغلت مع عدد كبير من المخرجين المميزين وقدمت أفلام حققت نجاح كبير.